كلنا طبعا فاكرين لما أول يوم صحينا فيه ولقينا إن في حد بيعمل شغلنا في 10 ثواني بس، وبقينا نسأل نفسنا سؤال واحد: هل ال AI هياخد مكان شغلنا؟ بدل ما نتكلم كتير خلينا نجرب. ولو عايز تعرف التركاية كمل الفيديو معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وعاملين ايه؟ ويا رب دايما تكونوا بخير. احنا النهاردة هنتكلم عن التحدي ما بيني وبين ال AI ونشوف النتيجة ونحكم بنفسنا. تعال بقى نشوف هنعمل ايه. طيب، اول حاجة معانا التصميم ده انا فاكر لحظتها ان انا تعبت فيه كتير جدا عشان اعمله، من اول اختيار الستوكات وتظبيط المنظور العربية وكل الحاجات دي. طيب، انا شلت منه طبعا التكست واللوجو عشان اسيبه كده ونشوف ال AI هيعمل معانا ايه. هنيجي هنا وندوس اكس كده ونسحب التصميم بتاعنا على شات جي بي تي، وهنيجي هنا ونقول له اكتب لي برومت يخلي ال AI يعمل نفس التصميم بالظبط. بعد كده هنيجي هنا وندوس send prompt. بعد كده هننزل تحت كده وناخد البرومت ده معانا كوبي بالشكل ده، ونيجي هنا ونفتح تاب جديدة ونكتب مثلا موقع لافارت، وهننزل تحت كده ونعمل مشروع جديد. وتعالى هنا بقى نظبط احنا عايزين نعمل ايه. هنيجي نضغط على دي كده ونجيب ايمج جن. بعد كده هنفتح ده كده بالشكل ده ونختار مثلا مقاس الانستجرام بالشكل ده كده. بعد كده هنيجي هنا ونحط البرومت بتاعنا كده. بعد كده هنيجي نضغط هنا على العلامة دي، علامة الطاقة، ونستنى ونشوف النتيجة اللي هتطلع لنا ايه. وهنا بقى بنشوف اختبار التقليد، ولو فعلا التصميم طلع زي ما هو يبقى كده ممكن نقلق. وخلي بالك انا ما اديتلوش ريفرنس ولا اي حاجة، كلها عبارة عن كلمات انه يقدر يتعرف بيها على التصميم. يا الله. يا الله، ايه الجمال ده! فاضل له بس شوية كلر والتصميم هيبرق. لا والله جامد جدا جدا جدا. تعالى نعمل لها سيف عشان مش هسيب التصميم ده. تعالى نعمل لها سيف كده. طيب تعالى نرجع لشات جي بي تي وهنجرب معانا التصميم اللي قدامك ده برضو كان قديم عندي وانا كنت عامله، وهنسحبه على شات جي بي تي بالشكل ده، وهنقول له برضو اكتب لي برومت يخلي ال AI يعمل نفس التصميم بالظبط. طبعا الكلمات هنا معكوسة عشان خاطر في كلمة بالانجلش هنا. بعد كده هندوس سند برومت. بعد كده هننزل تحت كده وناخد البرومت كوبي ونيجي نحطه هنا باست بالشكل ده، وننزل تحت تاني وناخد النيجاتيف برومت هنا كوبي برضو، ونيجي هنا نحطه كنترول في. بعد كده هنيجي هنا وندوس سند ونستنى لحظات ونشوف النتيجة. الصراحة النتيجة الأولانية دي قوية جدا. يا الله يا الله، تعال نفتحها كده ونبص عليها. هو تحس إن في مشكلة أنا مش فاهمها برضه. تحس إن الصورة مضغوطة كده، مش هي نتيجة روعة جدا، هي كويسة بس تحس إن في الصورة مضغوطة، بس هي النتيجة قوية جدا وجامدة جدا. طيب هنيجي هنا وندوس اكس كده بالشكل ده كده كان اختبار التقليد. هنرجع تاني هنا لشات جي بي تي وهنبعت له الجملة دي ونقول له فيها عايزك تعلي على البرومت ده بس يوصل نفس الرسالة من غير تكست. بعد كده هندوس له سند برومت بالشكل ده. بعد كده هنيجي هنا وناخد البرومت كله على بعضه كوبي كده بالشكل ده. بعد كده هنيجي على الموقع ده وندوس كنترول في عشان نحط فيه البرومت، ونرجع تاني هنا لشات جي بي تي وناخد منه النيجاتيف برومت بالشكل ده ونضيفه هنا كنترول في، ونيجي طبعا نختار المقاس اللي احنا عايزينه. احنا ناخد مثلا 3/4 او 4/5 اي واحد منهم، وندوس جينيريت بالشكل ده ونستنى كده لحظات ونشوف النتيجة اللي هتطلع لنا. وده كده شكل النتيجة اللي طلعت لنا، هي نفس النتيجة القديمة بس متغير فيها شوية شكل التماثيل، ودي بتهيالي أفضل بكتير جدا. دي شكلها حلو ومناسبة. طيب هنعمل لها داونلود ونسيبها هنا كده بالشكل ده. ولكن في حاجة الناس بتنساها وتخوفك منها: ال AI مش بيقرر لوحده، حد لازم يقوله يعمل ايه ويروح فين ويجي منين. سواء ممكن تختار في الارت دايركشن اللي انت عايزه او الستايل المناسب ليك من الالوان ومن الاضاءة ومن منظور وحاجات كتير جدا. زي مثلا ال AI عمره ما يفهم الإعلان ولا الهدف من الإعلان نفسه، هو عرف يحدد العناصر ويرتبها صح.
عرف يوجه عين العميل، وبناء عليه انت بتحكم هل الرسالة التسويقية واضحة ولا لا. في رأيي الشخصي ال AI مش هيستبدل الشخص المحترف، هو هيستبدل الشخص اللي واقف مكانه. ودينا شايفين التطورات اللي بتحصل في الشركات، بيبقوا عندهم مثلا 20 موظف جرافيك ديزاينر يسيبوا منهم 7 بس، ال7 دول قادرين يعملوا مهام ال20، الإنتاجية أسرع أقوى، وطبعا ده كله بالاي اي شغال. زمان كان الجرافيك ديزاينر بيقعد ساعتين على ما يدور على فكرة، النهاردة ممكن يجيب 20 فكرة في دقيقتين بس. فالاي اي فعلا ممكن ياخد مكان شغلك، لكن الشخص اللي بيعرف يستخدم الاي اي مش هياخد مكانه. قول لي في الكومنتات انت رأيك ايه، هل احنا في بداية نهاية بعض الوظائف ومنهم الجرافيك ديزاينر اللي هو مجالنا، ولا بداية مرحلة جديدة؟ انا مش هقول مين افضل، انت احكم بنفسك وبس كده، ومفيش بعد كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الجديد، والسلام عليكم.